بتدوروا على شقة في ميلانو تكون على المترو وقريبة من كل الخدمات وجنبها كمان السوبر ماركتات كلها. تعالوا بقى اقولكوا على الشقة دي. مبدئيا كده ده مدخل العمارة. الشقة ديت مكونة من اوضتين اتنين ومطبخ وحمام، مساحتها 70 متر. فيها كمان اوضة للخزين، يعني هي مكونة من 3 اوض. موجودة على المترو البنفسجي في رماطة بكوكا. دي أول أوضة، شايفين كبيرة ازاي وواسعة. كل العفش اللي فيها ده موجود وهتستلميه بالعفش اللي موجود فيها. الشقة موجودة في الدور الأول العلوي، والعمارة مكونة من 6 أدوار وكمان فيها بارتنريا. وده كده الحمام. سبيزا كوندومينيالي بتاعت الشقة 140 يورو في الشهر. تعالوا أقولكوا بقى شوية مميزات، زي إن أول حاجة عندك هتلاقيها التشنترو كوميرشالي بتاع بيكوكا، وكمان تشنترو كوميرشالي ساركا. بالمناسبة ديت الأوضة التانية، شايفين متكونة كلها من دواليب وسراير، فهتكون حلوة جدا للناس اللي عايزة تفرش الشقة وتجيب أولادها أو هم عددهم كبير. نرجع بقى للمميزات، ان كمان جنبك المترو البنفسجي وكمان جنبك الترام. سعر الشقة ديت 280 ألف يورو. الأجنسية هتكون معاك خطوة بخطوة لحد ما تخلص لك كل الإجراءات ويسلموا لك مفتاح الشقة. ده الرقم بتاعهم، تقدروا تكلموهم من الساعة 9 الصبح للساعة 6 بالليل في أوقات الشغل بس. هسيب لكم في الكومنتات اللينك بتاع الشقة ديت لو عايزين تعرفوا اي تفاصيل زيادة. مستنيين ايه؟ حددوا معاهم ميعاد دلوقتي علشان تروحوا تشوفوا الشقة وتخلصوا معاهم قبل ما حد تاني يدخل على الشقة. ما تنسوش تقولوا لهم انكم تابعوا كل يوم في ميلانو. لفاطمة علام.